مساء الخير. تعالوا بقى معانا في السفرية بتاعتنا في رحلتنا لمدينة الغردقة. مدينة جميلة قوي، شوارعها مريحة نفسيا، رائعة. هنروح فندق رويال لاجونز، فندق الفئة المتوسطة. أفضل فندق في الفئة بتاعته، يعني قيمة مقابل مادة فعلا. في فنادق نفس السعر بتاعه وأغلى شوية، مش بيقدموا نفس الجودة اللي هو بيقدمها. كده إحنا داخلين الفندق، ده الreception. دي لفة سريعة كده في الreception. أنا كان ورايا كده بتوع الreception، وهنا قدامي ده البار وجنبه المطعم. هندخل بقى الغرف دي، الغرف الفلل اللي هي القديمة، مباني الفلل. ده التويليت، هو مفهوش يعني لا كابينة شاور ولا حاجة، بس هو متكامل فيه كل حاجة. ده دولاب وتسريحة عليها الكوفي كورنر والمية. وده دولاب تاني فيه الخزنة. ودي الغرفة، سرير كبير قوي وسرير تاني صغير وشاشة. واوريكم بقى الفيو من الغرفة. هي كان ده فيلا رقم 1، فما كانش باين قوي البول اهو زي ما انتم شايفينه من بعيد. بس انا كنت حاجزة في دي اقرب فيلا للريسبشن. تمام. هنا البحر البيتش، عشان تروحوا لازم تركبوا لازم نركب الشاتل باص. بالظبط من الفندق للبحر 3 دقايق على الموبايل بالظبط حسبتها، لان الفندق طبعا صف تاني. بس انا ما كنتش شايفة ان ده يعيب الفندق، يعني طالما مسافة بسيطة بنركب، والباصات موجودة طول اليوم، يعني كل 10 دقايق بتلاقوا الشاتل باص جه. دي نظرة كده سريعة، ده البار بتاع البيتش بار. ودي الشازلونجات البيتش بيبقى رايق خالص. الاماكن الشازلونجات فيها خصوصية. البحر حلو جدا، زي ما انتم شايفين رملي. حوالي بس مترين تقريبا كده فيهم حصى خفيف، يعني لو لابسة شوز بحر مش هتحسي بيهم، ولو مش لابسة الموضوع مش قوي يعني. اهي دي بصة تاني نظرة على البحر. شايفين رملة ناعمة جدا، مفهوش مد وجزر. في عمق حلو قوي، والمية رائعة. كده لما رجعنا تاني على الفندق، ده اهو شاتل باص تاني، يعني زي ما انتوا هتلاقوا دايما اغلب الاوقات هتطلعوا تلاقوا 2 شاتل باص موجودين برا. هنا انا طالعة من الريسبشن، اللي على اليمين ده المطعم. تمام. هنا في وشي ده البول الاولاني، في اعماق لحد من 120 ل 180 سنتي. هنمشي بقى كده جولة سريعة. المبنى اللي ورا البول ده البار بتاع البار الكبير اللي في وسط البول. هنا دي شازلونجات كده اللي موجودة، دي مباني السوبريور، وبعدها المباني الفلل. هنا برضو بوريكم المبنى بتاع الريسبشن. دي كلها غرف اللي هي السوبريور، اللي هي سعرها بيزيد عن الغرف العادية. ده البار. وهنا ده تاني بول بتاع الأطفال، لسن من 2 ل5 سنين تقريبا كده، أكوا بارك صغنونة ليهم. وبعدها البار البول الكبير شوية في الأكوا بارك الكبيرة. هنا ده البار، هوريهولكم كده من جوه نظرة سريعة. بيقدم مشاريب سخن وساقع و... وسناكس بتبقى موجودة الصبح، زلابيا وباتيهات. والساعة 4 العصر بتبقى بطاطس وبيتزا. هنا ده البول التالت، ده بيبقى رايق دايما خالص، الأعداد فيه قليلة. أزحم بول اللي هو بيبقى عند الأكوا بارك طبعا. تمام. ده البول التالت اللي ورا، مساحته برضو كبيرة، اللي هو هناك فيه 3 مساحتهم كبيرة قوي. وده زي يعني كوبري كده او معدية في النص بين عند البول. هنا انا بوريكم كده دي مباني الفلل، وبوريكم اللاندسكيب جميلة خالص. الدنيا نظيفة بصراحة، الفندق النظافة فيه عالية، لا شفنا حشرات في الغرف ولا اي حاجة تضايقنا خالص. مستوى النظافة عالي، الناس مهتمين جدا بالنظافة. ده المسرح بتاع الحفلات.
طبعا بتكون الحفلات عليه بالليل. هنا بقى نظرة سريعة لوجبة الغدا والعشاء، بس طبعا انا عشان مش بدخل بدري، فالبوفيه بيكون الاكلات يعني متاكل منها. الجاتوهات جودتها كويسة، والفواكه انواع كتير. يعني انا شايفة البوفيه في فنادق اعلى منه في السعر وبنفس جودة البوفيه ويمكن اقل منه كمان. ده كان حلويات شرقية في العشاء. اليوم ده في العشاء كان فيه سوشي بانواعه، بس انا طبعا ما دقتوش، معرفش اعمل ايه لان انا مش باكل السوشي. ده رز، لحمة بالصوص، خضار سوتيه، دي كانت اجنحة، بطاطس، بامية كانت عبقرية. ده رومي، الشيف كان بيقطعه، الشيفات دمهم خفيف جدا. ده يوم تاني في العشاء كان لازانيا ولحمة بالصوص وفراخ مشوية على الفحم. الصوصات برضو بيعملوا انواع صوصات كتير مختلفة وسلطات كتير جميلة. ده يوم برضو بتاع جمبري، كان على الجريل، كان طعمه حلو قوي. ده بوفيه المخبوزات كده بتاع اللي بيبقى موجود في الغدا والعشاء، وهوريكم هنا السلطات. دي المكرونات اللي الشيف بيعملها بالطلب، رز ابيض، خضار سوتيه، لحمة بالصوص. دي كانت بسلة او فاصوليا حاجة كده. بطاطس شعرية. طبعا زي ما قلت انا بدخل متأخر البوفيه، فبيبقى الحاجات تتاكل منها كالكوسة بالبشاميل، بطاطس، دي فراخ مشوية على الفحم. وده بوفيه الفاكهة والحلويات. دي بقى الحفلة كانت في الريسبشن في يوم بالليل بعد العشاء، كانت يوم الحد. ده بقى البول التالت اللي كان فيه الاكوا بارك. لما بيبقى فيه حاجة الانيميشن دايما بيعملوها على البول ده زي ما انتوا شايفين. ودي الاكوا بارك، 4 العاب، والخمسة اللي هي اللبني دي او الزرقاء دي 5 لعبة. وده بول بار برضو في البول بيقدم مشاريب باردة بس. وده باقي البول، بوريكم مساحته ان هو كبير قوي. دي حفلة بالليل، بول بارتي، كانت حلوة قوي.
ده الديسكو بتاع الفندق، بيشتغل من الساعة 11 بالليل للساعة 2. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة ومتابعة على البيج بتاعة الفيسبوك. كانت تجربة حلوة، بتمنى ان انتوا تجربوها.